السلام عليكم. رسالة النهارده للمصريين. بصوا يا جماعة، يا ريت تفهموا الرسالة اللي هقولها، ويا ريت كل الناس تشيرها لأي حد مصري هنا في فرنسا وفي أوروبا عامة، عشان الرسالة مهمة جدا. احنا شكلنا بقى زي الزفت، احنا شكلنا مع بعض بقى زي الزفت. خلونا بقى نتكلم بصراحة شوية ونقول إن احنا شكلنا بقى زي الزفت مع بعض، بناكل في بعض، ما بنتمناش الخير لبعض، بقينا بنخاف نعيش مع بعض، بنخاف نقرب من بعض. ناس بتبلغ عن ناس في مصر، وناس بتحبس ناس. يعني مثلا ممكن واحد يكون قاعد مع واحد بقاله كام سنة، وعارف ان هو ربنا كرمه وهو نازل يبلغ عليه ان هو اخوان او تبع اي جماعه علشان خاطر الحقد والغل. ممكن واحد يكون لسه جاي جديد، بدل ما يقفوا جنبه عارفين ان هو بيع اللي قدامه واللي وراه، لا، يكون قدامه شغل وما يجيبوش. لو قدامه شغل يجيبه، يودي له واحد نصاب ينصب عليه. ولو واحد اشتغل مع واحد وما طلعش نصاب يدوخه على الفلوس. ولو واحد اشتغل مع واحد شهر ولسه جاي جديد يا عيني وما عندوش كارت حساب، يقول له هاخد منك 10% ربا. ده اللي ربنا امر بيه. المفروض تقف جنب اللي جاي جديد. يا عم ما بقولكش اقف جنب القديم، والله الناس اللي جايه جديده دي راعي ربنا فيهم، وروهم الحاجه الحلوه اللي فينا، وروهم طيبتنا، وروهم اخلاقنا، خلوهم يحبوا يشتغلوا، خلوهم يحبوا يراعوا ربنا في الحلال. الناس هنا مش جايه ترقص، الناس هنا جايه تشتغل في المعمار. يعني لو كان عاوز الحرام كان راح شارع الهرم واشتغل هناك في الحرام، انما هو سافر واتغرب وشاف السواد علشان يجي لك. وبلاش عنصريه بقى. الناس اللي معاها اقامه ما تقعدش تتمنظر على الناس اللي لسه جايه جديد، والناس اللي بتنزل مصر تتمنظر. بطلوا اللي انتوا بتعملوه ده بصراحه. طبعا ما بعممش، اكيد في ناس محترمه كويسه جدا. انا عاوز اقول حاجه بس، الناس اللي جت في السبعينيات انتوا بنيتوا البلد دي، انتوا بنيتوا البلد دي وكنتوا اعظم مثال للمصريين. طبعا اختص بالذكر بلد ميت بدر حلاوه، لان سالت واحد هنا قديم جدا في البلد من 30 او 35 سنه، قال لي اللي جم عمروا هنا وبنوا سمعه كويسه كبيره جدا وسط الفرنساويين للمصريين بتوع من بدر حلاوه جم في السبعينات. انتوا فين يا جماعه؟ خصصوا راجل كبير يكون معروف باخلاقه واحترامه، ويكون حكيم ورزين. اي شاب لسه جاي جديد يقع في ازمه، يحصل له مشكله، واحد ينصب عليه، مش عارف يقبض ازاي، مش عارف يجيب فلوس ازاي، يبقى الراجل ده يرفع سماعه التليفون على الباطون اللي شغال معاه، يقول له انا الحاج فلان المسؤول عن المصريين هنا، هعمل كذا، وخلص الموضوع. يبقى الناس كلها بتحترمه وكلمته تبقى سيف على الكل. اهم حاجه يكون راجل متزن، راجل رزين، راجل يعني يهمه ان احنا نكون شكلنا كويس قبل اي شيء، بدون اي مصالح شخصيه. والله هنبان باعظم واحلى صوره في الدنيا. هنبص لبعض في الشارع، هنحضن بعض ونتمنى نكون كويسين مع بعض. واللي جاي من مصر هيلاقي الخير ده يبقى هو كمان كويس. انما للاسف كل الناس بتيجي سنه سنتين يتغير للاسوء، يقول لك عشان الناس كلها وحشه. الوحش ده من شياطين الانس، عاوزك تكون زيه. فما تجيش تقول له الظروف غيرتني وخلتني وحش. ما هو انت لو بقيت وحش فشياطين الانس وصلوك لهدفهم، هو كده فرحان. انت خلاص بقيت وحش واخلاقك بقت وحشه، فاجي اسالك انت يا عم ما كنتش كده في مصر، فتقول لي لا ده الناس هنا كلها وحشه فلازم أن تكون كده معاهم. خلاص، ما هو نجح في رسالته، نجح ان هو شافك شخص محترم وكويس، فنجح في الرساله بتاعته ان هو يوصلك ان انت تكون اوحش منه. فهو كده نجح في الرساله بتاعته، وانت خسرت اخلاقك. حافظوا على اخلاقكم. حياتك انت حر فيها في اي حاجه. انا مش ضد حد انه يعمل اي حاجه في حياته الشخصيه، اعمل زي ما تعمل، انت حر في علاقتك بربنا، انت حر في حاجه بتعملها حلال او حرام، انت حر. لكن كن سفيرا في الشارع كده، كن سفيرا لاخلاقك، كن سفيرا لبلدك، كن سفيرا كويس، يعني كن باخلاقك. الناس بقى اللي بتقعد تقول الشغلانه خسرانه، بطلوا الهبل ده. الناس اللي بتقعد تقول ده انا باخد الشغلانه عشان خاطر انتوا تاكلوا عيش، بطل. يعني بلاش تكون جعان، يعني ما بقاش ربنا رزقك، ما حدش بيحقد عليك. انت راجل تعبت 10 15 5 سنين سنتين ايا يكن عدد السنين، تعبت عشان تبقى راجل بطرون، فما حدش بيحقد عليك. فاكيد انا مش هاجي اقارن نفسي بيك، انا لسه بالنسبه لك حاجه صغيره. فما قارنش نفسي بتعبك وشقاك، انت اكيد تعبت عشان توصل للمرحله اللي انت فيها. فقول الحمد لله على رزقك، وبلاش تيجي للناس كده عشان تغتصب حقوقهم، وعلشان تستغلهم وتنصب عليهم، فتقول لهم الشغلانه خلصانه، انا باخد الشغلانه عشان خاطركم والله العظيم، علشان انتوا غلابه. وتيجي في الاخر تعامل الناس بالربا، ويجي واحد غلبان يعني جاي مركب او جاي اي نيله، فتيجي انت يكون هو جاي شايف السواد وشايف الموت وما صدق انه وصل، تيجي انت بعد كده تقول له هاخد منك 10% عشان الاسبيس، واخد منك. ساعدوا الناس اللي جايه جديده، مش بقول لكم ساعدونا احنا، ساعدوا الناس اللي جايه جديده. خلوا في رحمه شويه. يا رب رساله فعلا تشيروها، ويا رب كل الناس تعمل بيها. طبعا لو قعدنا نتكلم عن سلبيات كتير مش هنبطل نتكلم عن سلبيات، فخلونا مره نعمل حاجه كويسه ونتكلم عن حاجه تخلينا ايجابيين، لان السلبيات عندنا مش هتخلص والله العظيم. اشوفكم على خير، تابعوني دايما مع حليم في اوروبا، وانا بنقل لكم الثقافه الاوروبيه من كل المدن الفرنسيه. السلام عليكم.